مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وشباب وآراء. حلقة اليوم هي تهنئة لكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم لحصولهم على اعتماد الجودة. والحقيقة أن تقييم جودة أي كلية بيكون من خلال تقييم منتجها الأخير، والمنتج الأخير لكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم هو شبابها وشاباتها الرائعات اللي بنستضيف منهم مجموعة كبيرة النهاردة في حلقتنا، نستعرض معاهم ونهنيهم على حصول الكلية على اعتماد الجودة، ونتكلم معاهم عن نشاطاتهم المختلفة والمعايير اللي وصلت كليتهم للحصول على هذا الاعتماد. وفي المجموعة الأولى اللي هنلتقي بيها في حلقة النهاردة إن شاء الله، يسعدنا أن نرحب بأحمد عبد التواب محمد، الطالب بالفرقة الثانية كلية سياحة وفنادق جامعة الفيوم. أهلا بيك يا أحمد. وبنرحب أيضا بأحمد عبد المنعم وزير، الطالب بالفرقة الثانية كلية سياحة وفنادق جامعة الفيوم. أهلا بيكم يا شباب، ويا رب دايما من تفوق لتفوق ومن نجاح لنجاح، لأن مفيش مكان بينجح إلا بناسه، والكليات ناسها هي شبابها. وبنبقى دايما سعداء في شباب وآراء إن احنا نتكلم معاكم، نتحاور معاكم، نسمع آرائكم، وكمان نعرف مواهبكم. ويتهيألي أحمد عندهم مواهب متميزة ووصلت لكليتهم للحصول على الاعتماد أيضا، لأن انتوا شاركتوا في مسابقات كتيرة وحصلتوا على مراكز متقدمة ما شاء الله عليكم. أتعرف عليك أكتر يا أحمد، عرفنا بيك. أنا اسمي أحمد عبد التواب محمد، من محافظة الفيوم، عندي 20 سنة، في الفرقة الثانية قسم الإرشاد السياحي إن شاء الله. بغني. ابتدى معايا موضوع الغنى يعني من فترة من ابتدائي، لما كانوا الفقرات الإذاعية اللي بتطلع في المدرسة وكده، ويعني المدرسين اكتشفوني الحمد لله وكنت بطلع معاهم، ومن ساعتها بقى بطلع في برامج احيانا في اذاعيه في المدرسه كتير. ورحت قصر الثقافه في الفيوم اكتر من مره. برافو عليك. شاركت في مسابقات في الاداره التعليميه في ابشواي، ده مركز في محافظه الفيوم، وحصلت فيه على مركز اول سنتين ما شاء الله. وبعد كده بعد ما دخلت الثانويه العامه بقيت مع المدرسه، كنا بنروح قصر الثقافه في الفيوم. حصلت على مراكز بس كانت متاخره شويه، يمكن ظروف منعتني برضو من اني اكمل فيها وكده. مش مهم، المهم ان احنا بنعمل الحاجه اللي بنحبها. اكيد احنا لما بندخل مسابقات ما بيبقاش همنا الفوز قد ما اننا نعرض اهم حاجه الواحد يوصل للناس اللي هو عايز يوصل ليهم احساسه. واخبار المنافسه في الكليه في نفس مجال الغناء ايه؟ حصلنا على مطرب الكليه ولا لسه؟ لا والله هو لسه، عشان بس اول سنه وكده، فالواحد ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله تبقى مطرب الكليه ان شاء الله. احمد عرفنا عليك اكتر. أنا أحمد عبد المنعم وزير، من أبناء محافظة بني سويف. 20 سنة، ما شاء الله. طالب بالفرقة الثانية إن شاء الله، ده قسم الدراسات السياحية. ما شاء الله. موهبتي إلقاء شعر وتمثيل إن شاء الله. شاركت في مسابقات بالنسبة للتمثيل والشعر؟ التمثيل خدنا مركز أول مسرح على مستوى الجامعة في إبداع عن مسرحية أم المصريين، ومثلنا المسرحيه دي هنا في المانيال. فاكره ان تم اختيارها من ضمن المسرحيات الممثله لهذه المسابقات، مسرحيه رائعه واحمد كان من الممثلين البارزين في المسرحيه ما شاء الله. كان على مسرح الاستاذه فاطمه رشدي، على مسرح العائم. بالنسبه بقى للالقاء فانا لسه ما دخلتش مسابقات، لسه مش قوي. خلينا نبتدي من عندنا، ايه رايك يا احمد؟ يا ريت والله. جميل. هنسمع الاول احمد، هتغني لنا ايه؟ في اغنيه لعبد الله الرويشد، دي تبقى عيبه. دي تبقى عيبه اديله طيبه يردها لي قاسيه ليه يا ناس، ده غش ده بألف وش، عموما معلش الله يجازيه. زي بعض وقفلت باب جراح ملهاش حساب، جاب لي الويل والعذاب، بكره اي املها هده، لو في بينا طريق هسده، هو يمشي بسكته، ادعي له هو ونيته، والله لا يوريه. ده انا لما سألت عنه قالوا دي قلة اصل منه، ماله اتغير على كبر، اهو بان على اصله بان، البعيد مالوش امان، شفت فيه العبر.
انا نسيته ورميت طوبته ولا ندمان اني سبته، ده اللي ما بينا انتهى. انا هستحمل خلاص ولا هعمل زي ناس بتموت من ضعفها، دي تبقى عيبة اديله طيبة يردها لي قاسية ليه يا ناس، ده غش ده بألف وش. عموما معلش الله لا يوريه. دي تبقى عيبه لو ما قلتلكش الله. الله يخليك. جميل جميل الله يا احمد، يخليك. ما شاء الله عليك. احمد هتسمعنا ايه؟ قصيدة تنسحب ان شاء الله. بس احنا مش هننسحب. لا مش هننسحب طبعا. اتفضل. قصيدة ينسحبوا دي اهداء للجنود اللي صدرت ليهم اوامر الانسحاب مم. بدون خطة انسحاب في نكسة 68. اتفضل. القصيدة بتقول: انسحبوا، كان اللاسلك بعيد والعسكري ما سمعش. انسحبوا، شوفوا العجب يا ولاد العسكري ما رجعش. انسحبوا، اطرش ده والله صنم، ارجع يا جندي بياده. دخل العدو العريش، ارجع خلاص بزياده. العسكري سامع لكنه واد مجدع، شال اربجيه وضحك، اشمعنى انا اللي ارجع. وقف الزمن مذهول ساعتين بيشاهد، الجندي قام كبر المدفع تشاهد. الدبابات ظهرت، ارجع يا جند نظام. ده كان كلام القيادة وده برضه وقت كلام. وقف الولد دبان يا سادة يا سامعين، صادهم كما الدبان محروس يا واد من العين. الدبابات صفين اتفاجئوا وافترقوا، على كتفه كان مدفع وعلى الجبين عرقوا. غطى العفار النار ولا حد عاد شايف، والدبابات بتهل وده برضه مش خايف. الضحكة على وش تقولش بيصيف، ولسه الزمن واقف مبسوط ومتكيف. الدبابات كترت والقطرة غلابة، والقلب لو مؤمن ولا 1000 دبابة. هتقولوا مات الولد، انا اقول لكم لا، عاش ما الجنة ولا فيها موت ولا تندخل ببلاش. جميل جميل. وطبعا من اختياراتك هنفهم طريقه تفكيرك يا احمد، ما شاء الله عليك. اكيد انتوا يا رب دايما انتوا تبقوا خير اجناد يا الأرض. رب تسلم يا رب. احمد بتقول ما بتهزش، تمام. حتى الكلام ده ما يخوفكش. يلا هتسمعها لنا. اوكي. اتفضل دي اغنيه رومانسيه لتامر عاشور يعني، اتفضل. اكيد بعيد عن اللي فات. قالوا لي نسيك وعاش بعدك، قالوا لي حبيبي هنت عليك، اصدق مين واكدب مين، بقى انا حالي كده يرضيك. قالوا لي نسيك وعاش بعدك، قالوا لي حبيبي هنت عليك، اصدق مين واكدب مين، بقى انا حالي كده يرضيك. قالوا لي كلام ما ريحنيش وانا احساسي ما نسيتنيش، انا عايش ولسه هعيش على احساسي بيك. ما بتهزش بقول ده كلام، ده بينا سنين ومش ايام، ومش معقول تكون اوهام، ده انا غيرك حبيبي ماليش. اكيد بعدك ده ليه اسباب، ومهما يكون ما بينا غياب، هنرجع تاني يوم احباب، وانا احساسي ما يخونيش. ليالي تفوت لوحدي بموت، مفيش في حياتي اي جديد، وباقي عليك ومستنيك، بحبك حتى وانت بعيد. الليالي تفوت لوحدي بموت، مفيش في حياتي اي جديد، وباقي عليك ومستنيك، بحبك حتى وانت بعيد. بقول عندك حبيب ظروف
وآخر بعدنا معروف، وبعد الحيرة بعد الخوف مسيري هبقاليك. ما بتهزش بقول ده كلام، ده بينا سنين ومش أيام، ومش معقول تكون أوهام. ده أنا غيرك حبيبي ماليش، أكيد بعدك ده ليه أسباب، ومهما يكون ما بينا غياب هنرجع تاني يوم أحباب. وأنا إحساسي ما يخونيش. ما شاء الله، جميل. قبل ما تريح شويه نرجع نتكلم مع بعض على موضوع الغنى ده. احمد، مشاركتك في مسابقات ده اكيد ليها عندنا الجرأة اكيد ان احنا نقف ونلقي وده اكيد اساسه اما حفظ قرآن او اجادة للغة العربية. انا أكيد. صح كده؟ اكيد صح. اه انا خدت اصلا القرآن وكده. ما شاء الله. فاصلا ساعة لما بدأنا المسرح ودانا ده في التمثيل، فكنا في فرقة المسرح اصلا، تيم المسرح بتاع كلية سياحة وفنادق، كنا كلنا فرقة اولى، يعتبر 3 أو 2 اللي هم لان الاداء ووضوح مخارج الالفاظ والحاجات دي كلها بتفرق كتير في الاداء التمثيلي. اكيد. لما وصلنا المسرح يعني بدانا نشترك في المسرح وكده، ما كانش فيه مثلا 3 2 كانوا من ايه سنه ثالثه ثانيه اللي هم ايه اشتركوا في مسرح قبل كده، انما احنا 3/4 فرقه لسه اول مره ندخل في التمثيل والمسرح. فلما انت الصوره دي ليك انت يا احمد؟ فين الصوره دي؟ وانا في المسرح دي. كان دورك ايه؟ كان دوري فوزي. بيعمل ايه فوزي؟ فوزي ده صعيدي قاعد مع ولد عمه منصور، قاعد في البتاع في ام المصريين، فبغيظه يعني، هو حبيبته سابته وكده فبغيظه يعني وبرخم عليه. ممكن تقول لنا جزء من الدور بتاعك؟ هو مثلا فوزي بيقول لي، منصور بيقول لي قوم انت وسيبني يا فوزي. بقول له اسيبك ازاي يا ابوي وانت في الحاله دي؟ يقول لي انت شايفني بشد في شعري؟ اقول له ما تقولش كده، وبعدين واحده ست هتعمل فيك كده؟ يقول لي الخاينه بنت الخاينين حلفت انها تستناني لما اخلص الجيش. قلت له وبعدين؟ قلت له يعني وبعدين؟ قال لي وبعدين بيقول لي حلف صامت 3 ايام بنت الجزمه. قلت له يا ابوي وفيها ايه لما تصوم يا ابوي؟ ده الصيام زين. قال لي فوزي قوم انت يا فوزي قوم، متضايق مني. فوزي على الفطره. واضح كده انه دورك ان فوزي على الفطره وتلقائي وبيتعامل. جميل جميل. المشاركه التمثيليه زي ما بنقول موهبه. جميل. لكن واضح ان انت مركز في الالقاء، الالقاء الشعري. شاركت في مسابقات مختلفه في ابداع بالنسبه للالقاء الشعري ولا بس التمثيل؟ لا تمثيل بس. كان لسه الالقاء يعني لسه ما انا حبيت بس القصائد بتاع هشام الجح، فايه لما القيتها حسيت ان انا عندي موهبه الالقاء. يعني حبيتها لانها صعيديه وكده، وانا اصلا بجيد بجيد الصعيد وكده، فعرفت القيها وكده يعني. مع كل ده الانشطه الجميله اللي بتعملوها، وهي تعتبر اعداد نفسي وعقلي رائع جدا ليكم كمرشدين سياحيين. احمد انت كمان في ارشاد سياحي ان شاء الله. جميل. المرشد السياحي ده سفير، اكيد سفير عن بلده لكل العالم. ابتديتوا تستشعروا المسؤوليه دي، حابينها، بنعد نفسنا ليها ازاي، بالاضافه طبعا الانشطه الرائعه اللي احنا بنشترك فيها؟ اكيد طبعا الانسان قدام الناس اللي بره اللي هم الغرب اكيد بيكون اللي بيمثل بلده واللي الناس هتشوف مصر فيه وهتشوف بلده فيه، ازاي بيقدر يعملهم معامله كويسه تخليهم يحبوا المكان ويحبوا او ما يكرهوش الزياره او ما يكرهوش يكرروها مره ثانيه. طبعا انا فرحان طبعا ان انا بنتمي للكليه دي وان انا هكون جزء من منظمه السياحه يعني. بتمنى طبعا ان انا اكون على قدر المسؤوليه ان شاء الله تكونوا على قدها بمشيئه الله. ان شاء الله. ده بيتطلب منكم اكتساب مهارات مختلفه. أكيد. اما اللغات طبعا أكيد. ايه اخبارها؟ وانتوا لسه طبعا في تانية بس لازم نستعد من دلوقتي. اخبار اللغات معاكم ايه؟ لسه داخلين تانية. هو زي الفل يعني، مش قوي يعني لسه. لا محتاجين لازم من دلوقتي إن شاء الله نجيد اكتر من لغه، بالاضافه لاجادتكم للغه العربيه ما شاء الله عليكم. لان ده هيساعدكم كتير، هيكتر من فرص العمل بالنسبه لكم المتاحه اللي ان شاء الله هتكتر وتزيد عن قريب بمشيئه الله، لان هو ده الاصل
وهو ده الاساس، أكيد. ان احنا بلدنا من المفترض انها تبقى يعني الاولى سياحيا على المنطقه كلها، وبمشيئه الله هترجع كده. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. مين هيقول لي ايه، احمد ولا احمد؟ مين هيقول لي شعر او هيغني؟ أي حاجة. نبتدي باحمد. ماشي. يلا يا احمد. احمد وزير هتقول ايه؟ قصيدة بتقول: من كام شهر خدت قرار مش هكتب شعر. من كام شهر خدت قرار مش هكتب شعر، واني هذاكر وانجح وافلح واخد البكالوريوس واتجوز واشتري عفشة بيت تقسيط. من كام شهر انا كنت عبيط. من كام شهر زرعت المية وطرحت فجلة. زرعت المية وطرحت فجلة. جاب العجل الفجلة العجلة وقال لها مهرك ريحة جهرك فايحة في نهرك. قالت اوعى تعيش كسلان، بابا نويل بيوزع يويو في حرب ايران. شامم ريحة جبنة قديمة. فيلم السهرة ما كانش سياسي، كان عباسي. عبد الناصر حب يقلب فينا الروس. ساوى الروس لبرل نفسك لاجل ما تبقى مثقف زي صاحبنا اياه. عندك ماركس، عندك هيجل، عندك حسن البنا وحجي، عندك زحمة صف ونجي. منحنى عرض النسكافيه واخد افيه. حاصل ضرب النكسة في حرب اكتوبر في معاهدة ديفيد بيساوي. حاصل ضرب النار في الطار في العار. مرفوع على أس 2 مخاويت. وزي امرئ القيس وجلامده اللي بتنزل من علي. عندنا واد اسمه علي بيطلع الدبابة ويلف بيها في البلد، ومراته دايرة بشعرها تدور عليه. وما تسألوش انا قصدي ايه، انا نفسي مش فاهم كلامي، بس الكلام واعر حويط. انا اللي دون الناس عبيط. من كام شهر كنت بحبك، كنت بحبك، كنت بوض بروحي وحبك لاجل ما جابلك. كنت بكل حالاتك جابلك، تفرحي جابلك، تزعلي جابلك، تتجلي جابلك. كنت الارض وكنت سنابلك، كنت الحرب وكنت جنابلك. حتى في بعدك وانت مسافرة وبيني وبينك 1000 محطة كنت بجابلك. عمري يا نانا ما قلبي اتنازل ولا ساب حقه زي ما سابلك. هذا الوجع بقاياك سحر تمدد بين ضلعي وتوارى خلف سلم منزلك. ترك لك رسالة كل صباح وسافر. يشهد عليك السلم المستني خطوتنا، تشهد عليك الشبابيك اللي فتحتيها علشاني في نص الليل وعز البرد. تشهد عليك محل الهدايا اللي على الناصية وكشك الورد. تشهد عليك هدومك اللي قلتلك ما تلبسيهاش. تشهد عليك امتحانات اللي علشانك ما دخلتهاش. تزاد عليكي ودن هوستن، جورج مايكل، عم شوقي بتاع الفطير. كيف يصير الحال كده من اللي ابتدى؟ انا اللي غلطان لك، وانا اللي محجوج لك، وانا اللي دون الناس. عشقتك كنت عايش جوا صدرك حلم دافي. كنت بنسى الناس واجيلك يوم معادك ياك حافي. كنت ابسط من البسيط واكتشفت اني في هواكي كنت دون الناس عبيط. جميل. احمد وزير. سلام. احمد عبد التواب، عايز تطمن على مين؟ اكيد طبعا. دي اغنيه بهديها لواحد صاحبي اسمه اشرف. صاحبك؟ اه متاكد؟ طيب. صعبك برضه. لا هو اللي كان طلب مني ان انا اغنيها يعني. جميل، واحنا هنسمعها له. اوكي. عايز اطمن عليك وانسى روحي بين ايديك، وافضل اجري واجري بيك وابقى مش عارف مكاني. نفسي اكمل عمري جنبك، نفسي اعيش عمرين معاك، وانسى حضني جوا حضنك، نفسي اتنفس هواك. عايز اطمن عليك وانسى روحي بين ايديك، وافضل اجري واجري بيك وابقى مش عارف مكاني. نفسي اكمل عمري جنبك، نفسي اعيش عمرين معاك، وانسى حضني جوا حضنك، نفسي اتنفس هواك. عمري ما نسيتك ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك. ليل نهار
بسرح وافكر غصب عني حبيبي فيك، عمري ما نسيتك ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك ليل نهار. بسرح وافكر غصب عني حبيبي فيك، قولي عمري يساوي ايه لو ما كنتش جنبي فيك، لو ما عشتش عمري جنبك قولي بس هعيشه ليه. مهما تبعد قلبي شايفك، مهما غبت بحس بيك، مهما طال البعد عنك بعدي بيقربني بيك. مهما تبعد قلبي شايفك، مهما غبت بحس بيك، مهما طال البعد عنك بعدي بيقربني بيك. عمري ما نسيتك ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك ليل نهار. بسرح وافكر غصب عني حبيبي فيك. جميل عليك. جميل. انتوا سفراء عن كل طلاب كلية إن شاء الله. السياحة إن وفنادق، شاء الله. بنهنيكم ربنا وبنهنيهم يخليك يا رب. عن فوزهم وحصولهم على ربنا يبارك فيك يا اعتماد رب. الجودة. ربنا يبارك فيك. حصلتوا على اعتماد الجودة، الكلية حصلت بيكم، آه. ومش هتستمر الجودة غير بيكم، ان شاء الله. بان انتوا دايما تراقبوا ربنا سبحانه وتعالى في كل إن شاء الله. افعالكم، إن شاء الله. وان شاء الله من تفوق يا لتفوق. رب يا رب. احمد عبد التواب محمد الطالب بالفرقه الثانيه كليه سياحه وفنادق جامعه الفيوم، سعدت بوجودك معايا النهارده. احمد عبد المنعم وزير الطالب ربنا بالفرقه يخليك. الثانيه كليه سياحه وفنادق جامعه يخليك. الفيوم، كل التوفيق والنجاح ربنا دايما ان يخليك شاء يا رب. الله. تسلم يا رب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستقبال باقي الطلاب هذه الكليات. يم الصبري تهنا والتقينا، يم الصبري عالآية عدينا. يا مصر يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا يا مصر، يا عشقنا. يا مصر يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا يا مصر، يا عشقنا. من دهبك لبسني العقد حبيبي، من نيلك سقاني الشهد حبيبي، من دهبك لبسني العقد حبيبي، من نيلك سقاني الشهد حبيبي، من قمحك وكلني اللقمة حبيبي، من صبرك علمني الحكمة حبيبي. يا مصر يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا يا مصر، يا عشقنا. يم الصبري تهنا والتقينا، يم الصبري عالقلب عدينا. يا مصر يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا يا مصر، يا عشقنا. يا مصر يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا يا مصر، يا عشقنا. من قصصك غنالي حكايتي حبيبي، من وردك زوقلي مرايتي حبيبي، من قصنك غزلي توبي حبيبي، من أملك سطر مكتوبي حبيبي. يا مصر يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا يا مصر، يا عشقنا. يا مصر يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا يا مصر، يا عشقنا. من خيرك ميل والتاني حبيبي، من حبك علمني إيماني هتطوري موهبتك حبيبي. ازاي؟ من شرطك أهداني زهرة حبيبي.
مشاهدينا الكرام، مشاهدي شباب وآراء، بجدد ترحيبي بيكم وبجدد ترحيبي بطلاب كلية السياحة وفنادق جامعة الفيوم، وبهنيهم دايما وفي كل جزء على حصولهم على اعتماد الجودة. برحب بمينا سامي فريد الطالب بالفرقة الرابعة كلية سياحة وفنادق، أهلا بيك يا مينا. ودميانة عيسى أنور الطالبة بالفرقة الثالثة دراسات سياحية كلية سياحة وفنادق، أهلا بيكم. هيبقى جو مختلف. تمام. يمكن مع احمد وزير واحمد عبد التواب اتكلمنا عن مواهبهم اكتر ما اتكلمنا عن اهتمامهم بدخولهم لكليه سياحه وفنادق واثر ده عليهم ومدى نجاحهم في تحقيق اهدافهم من خلال الكليه. هتكلم على ده معاكم. تمام. لان واضح ان انتوا داخلين الكليه حابينها، عارفين انتوا عايزين ايه، عايزين تعملوا ايه، ومن الواضح ان انتوا نجحتم في جزء كبير جدا، خصوصا مينا لان انت داخل رابعه بمشيئه الله، وان شاء الله بتفوق ونجاح تنهي حياتك الاكاديميه في الكليه. كلموني عن نفسكم اكتر، عرفوني عليكم اكتر، بتعملوا ايه وعايزين ايه. انا ولا ليديز فيرست؟ مينا. انا مينا سامي فريد، انا في الفرقه الرابعه في قسم ارشاد سياحي. انا ممثل الطلاب في الكليه لوحده تقويم الامتحانات، كمان انا ممثل الطلاب برضه للكليه في مشروع التميز. انا عضو مؤسس في حمله فول قصد فيوم اللي نقدر نتكلم عليها بعدين. انا مقرر اسره سفراء مصر، والرائد بتاع الاسره دكتور ابراهيم عبد الباسط، مقرر نادي المتفوقين والمبدعين. تحيه ليه ولكل اساتذه كليه سياحه وفنادق. الله يخليكي. ومقرر نادي المتفوقين والمبدعين، وده مقرر الاسره دكتور وليد الهادي. كمان انني امين مساعد اللجنه الثقافيه باتحاد الطلاب. ده مراكز كتيره قوي، انت بتدور على السلطه ولا ايه؟ لا، هو انا الفكره ان انا بحب الكليه بشكل كبير جدا. رائع. فعارفه يعني الموضوع في بيتي، يعني انا بقدر اعلي او اقدر اتعب على قد ما اقدر، ممكن في شيء بسيط ان يخلي اسم الكليه على مستوى الجامعه في حاجه. وده شيء يعني احنا قدرنا نحققه على مستوى الجمهوريه كمان، يعني في حاجات تانية. جميل ان طموحاتنا عاليه قوي واداءاتنا بتاكد نجاحنا، ان احنا مش طموحات واحلام في الهوا وبس، لا ده احنا نفذنا حاجات كتيره قوي في ارض الواقع في كليتنا، وشاركنا مشاركه رائعه. وده اللي يعني الناتج الاخير ليها حصول الكليه اولا على الجوده، على اعتماد الجوده، ولسه الطريق طويل، لان الحصول على اعتماد الجوده ده اول الطريق، لان لسه الاستمراريه في اثبات قدرتنا وجودتنا على تقديم منتج شبابي رائع قادر على مواجهة كل التحديات في المجتمع، هو ده الأساس في حصولنا على اعتماد الجودة. دميانة، كلميني عن نفسك أكتر. أنا دميانة عيسى، فرقة ثالثة، قسم دراسات سياحية، أول قسم السنة دي. ما شاء الله. عضو في نادي المتفوقين والمبدعين كمتفوق وكمبدع. جميل. لينا مواهب تانية بنعملها؟ الرسم. بترسمي؟ من زمان ولا لما دخلتي الكليه يا دميان؟ لا انا برسم يعني من فتره، بس ما كنتش متمكنه قوي، بس اهتميت بقى في الصيف ده، استغليت الصيف ده في ان انا انمي الموهبه دي. اتدربتي خدتي كورسات من الكليه ولا بره الكليه؟ لا بره الكليه. بس احنا عايزينها جوه بقى، وانتوا اللي هتقدروا تعملوا ده ان شاء الله. لان انتوا تستوعبوا بعض وتستوعبوا كل موهبه، تحاول تنمي نفس الموهبه في كل اللي عنده ان شاء الله. الموهبه دي هيبقى رائع. هو ده اوريدي موجود في نادي المتفوقين المبدعين، يعني في فرصه متاحه، احنا عندنا الكليه موفره. يعني انا المقرر، انا ببساطه جدا انا دكتور وليد مع اعضاء النادي اللي بيرسموا، احنا عايزين ماتيريالز معينه، فخلاص احنا نزلنا بطلب عند العميده، وست العميده وفرت لنا حقيقي. وعندنا النادي كمان مش فكره بقى ان هو كمكافاه او كشيء الكليه بتقدمه عارف حضرتك، يعني انت بتذاكر ومتفوق، فالكليه دي بتقدمه لك يعني تقديرا ليك. لا ده احنا عندنا بيبقى فيه تنميه اصلا في الموضوع، عندنا بيبقى فيه يعني الموضوع مش قاصر ان انا واحد بذاكر بطلع، لا ده انت بتتنمى كمان. لو انا مثلا في ناس بتبقى شطار وبيذاكروا بس، لكن لا بدخولهم النادي يعني عارف حضرتك ميكس ما بين ده، ممكن المتفوقين مذاكره بس، المبدعين ساعات ما يكونش مهتم شويه بالدراسه، لا ده مهتم بالنشاطات. فالميكس ده بيطلع حاجه يعني حاجه اسطمبه بالظبط، يعني حاجه لطيفه جدا. العمليه ما بين الموهبه وما بين الاداء الدراسي، وده هام جدا. كليه سياحه وفنادق من الكليات المتميزه، وبنعتبرها من فتره طويله جدا احدى كليات القمه. لما دخلناها اكيد كان لينا اهداف معينه، وبصينا على حاجه معينه. الكلام ده صح ولا لا؟ صح. كنت داخلاها عارفه انت هتتخرجي ايه وهتعملي ايه؟
انا كنت حاطه في دماغي ان الكليه اللي هدخلها مهما كانت قليله هتميز فيها، وده تقريبا يعني اللي بيحصل انت دلوقتي. موفقه نفسك من قبل من عارفه قبل ما ان ممكن أدخلها. الدنيا تخلف مع رغباتك، فموفقه نفسك انك تتفوقي في اللي هتنضمي له. جميل. يعني دي رسوماتك على فكره، صح كده؟ آه. جميل. كلمينا عنها يا دميانه. دي الشخصيات دي انت تعرفيها؟ دي صوره العذراء. لا انا اقصد اللي قبل. لا انا ما رسمتش لحد دلوقتي يعني شخصيات اعرفها غير احمد حلمي بس ممثل، وبعد ده كده بيبقى بقى تحدي. اشخاص عاديه. ده بيبقى تحدي، هتشوفي اللي انت رسمتيه الناس هتشوفه زي ما انت شايفاه ولا لان لا؟ فكره ان انا اجيب الشبه دي حاجه مش سهله. استنى برنا. دي شخصيات كرتونيه. اه معانا صور تانية كتير. لا هي جميله. دميانة صراحه بترسم كويس جدا يعني، طبعاً. وبتسمع أنا معاها. لسه- واضح. انا لسه ببدا يعني، ان شاء الله هيكون في احسن من كده بكتير. ده زيدان؟ لا ده شبهه. ممثل اجنبي بس مش عارفه مين. ده بكار بقى، رسمتها طبعا في رمضان. واضحه. ودي جميله. بتكرسي كل وقتك للرسومات؟ بتستوعب وقت كبير منك؟ يعني ممكن دي خدت مني 4 أو 3 ساعات متواصله. دي ريمي، دي رمضان اللي فات بقى. جميله. رسمتي نفسك يا دميانة؟ لا ليه؟ يعني مش حاسه انها حاجه حلوه قوي ان انا ارسم نفسي، ارسم شخص بتبقى مثلا. احلى حاجه. لا ان انا اشوف السعاده مثلا في شخص ان انا رسمته، دي حاجه كويسه. جميل. لكن ارسم نفسي دي لا، لسه بدري قوي. ده احمد حلمي بقى. باين. واضح. رسوماتك جميله يا دميانة، وواضح ان موهبتك ما شاء الله عليكي، رغم ان انت بتقولي مبتديه يعني ما اهتمتيش بيها غير في وقت في الصيف وان ده. شاء الله الاهتمام يبقى اكبر. إن شاء الله. نرجع تاني لكليتنا، طموحاتنا واداءاتنا داخل الكليه ومشاركاتنا المختلفه في النشاطات. تمام. هو انا يعني انا اول دفعه 3 سنين توتال. في ناس تقول لك صعب جدا ان انا اذاكر واعمل نشاطات. بس انا ممكن يجي يشوفوني انا، لا انا قدرت ان انا اوفق ما بين ده وده، ومع ان انا بشتغل اصلا. فالفكره في ان انت هدف، فكره ان انت عندك طموح، فكره ان انت عندك دافع. انا كل اللي انا فيه ده هو بس توليفه بعض الحاجات، يعني سواء اذا كان حب فعلا في الكليه، لان انا لقيت ان هي تستاهل. يعني انا مش داخل مدرسه، انا مش داخل مؤسسه حكوميه ناس ما اعرفهاش، لا انا داخل ناس انا اتعاملت معاهم وبشوفهم وبنضحك لما بنشوف بعض. داخل في مكان انا بحبه. سواء كمان ان غير ان كان الشغل كان ناس كان صراحه موفرين لي جدا ان هم الاعتماد الاول والاخير على الدراسه. سواء كان مستر بسنتي ومستر هاني ومستر ديفيد. عارف حضرتك لما مثلا انت الدراسه دي حاجه نمبر 1 بالنسبه لك، وده كان برضو من الاسباب اللي مخليني ان انا اتواصل اكتر. بالنسبه للنشاطات انا مش من الشخصيات اللي هي يعني قاعده على كده الساكنه. لا انا الهادئة. بحب يعني بحب اتحرك، بحب يعني اتكلم مع ناس، بحب اقابل مع ناس جديده. وبالذات لما بحب حاجه احب اكتر لو انا اعلي اسمها لفوق. عارف حضرتك لما يكون انت عندك دي الكليه بتاعتي، طيب انا عندي قدرات ان انا اقدر اعمل حاجه، لا كليتي انا فيها وانا اسمي في الاخر طالب في كليه سياحه وفنادق، فلازم يكون الكليه اسمها في 1 و2 و3. ومن بعض النشاطات يعني اللي ممكن نقول على مستوى الجمهوريه، احنا كان في حاجه اسمها محاكاه مجلس الوزراء على مستوى الجامعه. احنا كانت جاي لنا وزاره السياحه، هنمثل وزاره السياحه، كنت انا واثنين اكبر مني، محمد محسن وفادي سامي. كان محمد محسن الوزير وانا نائب الوزير، وكان فادي السكرتير العام. كانت دي مسابقه على مستوى جميع جامعات مصر. الحمد لله خدنا مركز ثالث، يعني احنا كنا الحمد لله، وكان في دعم رهيب من الكليه. وكان الاكثر ملاحظه دكتوره غاده كانت بتعمل، الدكتوره غاده وكيله الكليه لشؤون التعليم والطلاب، كانت بتعاملنا وبتدعمنا دايما في حاجات كتير. يا سيدي يا ريت وزاره السياحه المصريه تاخد المركز الثالث ده على مستوى العالم زي ما انتوا خدتوه يا ريت في السيميلاتور اللي انتوا عملتوه. ده في حد ذاته بيعلمكم ازاي كيف تدار الاشياء طبعا. بيعرضكم للمشكلات اللي هتواجهوها في الواقع. وخلينا نقول ان المشكلات دي مش قليله ومش سهله. ربنا يوفقكم ويجعلكم سبب في حركه سياحيه رائعه بمشيئه الله على مدار المواسم القادمه. دميانة زي ما قلتي لي انت في قسم اداره دراسات سياحيه. انا مش عارفه، انا بعتبر ان كليه سياحه وفنادق بكل اقسامها ممكن ليها مهمه اساسيه
سواء كانت في تخصصات مختلفة، هي كيفية جذب أكبر عدد ممكن من السياح لتكرار الزيارة في مصر، مش بس زيارة مصر. انتوا شايفين الدنيا ازاي؟ رأيكم ليكم طموحات في الموضوع ده؟ بتتعرضوا للي بيحصل واللي احنا شايفينه؟ ايه اللي راضيين عنه وايه اللي مش راضيين عنه كطلاب في هذا المجال؟ احنا اول حاجه المواد اللي بندرسها دي هتفيدنا بعد كده، وازاي يعني اللي بندرسه بيعلمنا ازاي ندي راينا في الحاجات السلبيه والايجابيه. يعني بناخد علاقات عامه وموارد بشريه كانت السنه اللي فاتت، حتى بناخد ماده اساسيه للقسم اللي هي منشآت سياحيه، بندرس كل حاجه عنها. فبكده ده يعني هنبقى فاهمين كل حاجه عن القسم، وفي نفس الوقت هنتعلم ازاي ندي راينا في المجال. جميل. وهنتعلم وهنقدر كمان. تمام. بالنسبه لكم كطلاب في ارشاد سياحي، تهيألي انتم مش بس بتشتغلوا في القاعات، انتوا بتعملوا زيارات ميدانيه، وتهيألي في برامج لزيارات مختلفه بتعملوها على مدار السنه ويمكن على مدار الكورس كله 4 سنين. انا حابب ان انا اشير لنقطه معينه اتفضل. كدليل ان تاكيدا اكتر واكتر عن جوده الكليه. احنا عندنا حمله اسمها في لاست في يوم او مش 1000 يوم. الحمله دي اتكونت ب9 اعضاء طلاب، وعندنا كان دكتور محمد نور. الهدف الاول والاخير والاساسي هو ان انا هروح مدارس. الفكره مش بتبتدي من بره. انا لو عايز سياحه انا مش هطلع بره اعمل بروموشنز واعمل دعايه واعلان وتسويق، وانا عندي هنا ما فيش بيئه تحتوي السائح. فكنا لازم نبتدي من الصفر، او مش الصفر، هو لازم نبتدي من البدايه. احنا رحنا 17 مدرسه، سواء ده كانت اعدادي او ثانوي. الحمد لله انا يعني كنت كل مره كنت ببقى موجود. الهدف زرع جوه الطالب فكره الانتماء، فكره ان انت عندك بلد. اصل مصر يعني انا شايف رايي السياحه مهما كانت الظروف هترجع، لان انت عندك مقومات سياحيه مش هتروح. يعني حضرتك عندك اهرامات، عندك يعني عندك مقومات جذب سياحه مختلفه جدا. فالسايح او 100 سنه دلوقتي ممكن 100 سنه بعدين هيفضلوا موجودين. فمصر اللي هي تستاهل كتير جدا، لكن للاسف احنا طبعا واحد يشوف سايح، وبالذات في الاهرامات طريقه التعامل او عموما ثقافه التعامل دي كانت مهمه جدا. فكان دورنا ان احنا لازم نزرع ده جوه الطلبه، ده في المستوى المحلي. احنا عندنا يعني رؤيتي كمرشد سياحه او كان في قسم الارشاد السياحي بالنسبه للسياحه، هو حقيقي الموضوع ما بيبقاش واقف على السياحه، او ان هو ساعات بيبقى فيه يعني سياح. تمام. الموضوع بالنسبه لنا ان هو شايف مصر بصوره معينه، وانا يعني كسفير، المفروض كسفير للدوله، لان انا شخص اللي هو يعني من النوادر او الاشخاص القليله جدا اللي بيتعامل معاهم هنا في مصر. فاذا كنت انا مش مؤهل بالدرجه الكافيه ان انا اتعامل مع جميع انواع السياح، مش نوع اللي هو ده بريطاني ده الماني، لا. احنا عندنا ماده اسمها سيكولوجيا العلماء، يعني بتخلينا نفهم طبيعه كل سائح والطريقه المناسبه اللي انا اتعامل بيه فيها. فدي كانت من الحاجات اللي كانت الكليه دايما بتحرص عليها، ان هي تطلع طالب حقيقي قادر ينافس سوق العمل السياحي. ده بالنسبه لمجال الارشاد. حلو قوي ان احنا نبقى فاهمين كده، ان العمليه مش مجرد فوق سياحي بتعامل معاه وانتهينا. انا بتعامل مع منظومه المفترض انها تكون متكامله ومستديمه، والمنظومه دي كل مش هقول كل مؤسسه فيها، ده كل فرد فيها لازم يبقى بقدر هذا الفهم وبقدر هذا الوعي علشان الدنيا تنجح. لان المرشد السياحي مش لوحده طبعا. وزير السياحه مش لوحده، الوزراء المتخصصين والمعنيين مش لوحدهم، الدولة كلها لازم تكرس نفسها لهذا التوجه، وهو الاهتمام بجذب أكبر عدد ممكن من السياح على تنوع أشكالهم زي ما قلت لي يا مينا. وده المهم، إن احنا ما نركزش على مكان معين ونقول لا لازم يا سلام دول راجعين لنا تاني، لا، المفروض إن احنا نشتغل على مجال أوسع من كده بكتير. وأنا سعيدة جدا إن انتوا كطلاب في كلية سياحة وفنادق على قدر كبير من هذا الوعي وهذا الفهم. مينا سامي فريد، الفرقه الرابعه، ان شاء الله نهنيك قريب قوي في اخر السنه دي على نجاحك وتفوقك وتعيينك كمعيد بمشيئه الله، وتحقق كل اهدافك يا مينا. دميانة عيسى انور طالبه بالفرقه الثالثه، ان شاء الله من المتفوقين دراسيا وعلى مستوى الموهبه كمان بمشيئه الله. اشكركم. شكرا حضرتك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال حوارات هذه الحلقه.
الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا استذكرها. شايلة همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا استذكرها. شايلة همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي. في كل مكان بروح ويقولوا مصري رفع راسي. عاشق ارضك سماكي وحبي ليكي ده شيء اساسي. يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي. في كل مكان بروح ويقولوا مصري رفع راسي. عاشق ارضك سماكي وحبي ليكي ده شيء اساسي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا استذكرها. شايلة همومنا على كرها، بلدي مشاهدينا الكرام، مشاهدي شباب وآراء، بجدد ترحيبي بيكم وبجدد ترحيبي بشباب كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم. وزي ما بقول دايما، الجودة مش عنوان ويافطة بنحطها على باب الكلية. الجودة هو منتج أخير هيخرج من هذه الكلية قادر على فهم مجتمعه، قادر على التواصل معاه، قادر على أداء خدمة مميزة من خلال تخصصه ومن خلال أفكاره ومن خلال مواهبه ومن خلال نشاطاته اللي مارسها داخل كليته عشان يخرج إنسان ناضج بمعنى الكلمة بعد تخرجه. والحقيقة أنا شايفة ده مع كل شبابنا اللي اتقابلنا معاهم في حلقة النهاردة واللي هقابلهم في الجزء ده. محمد عبد الجواد، الطالب بالفرقة الرابعة قسم إرشاد سياحي، اهلا بيك يا محمد. وتسنيم محمد جويلي، الطالبه بالفرقه الرابعه قسم ارشاد سياحي كليه سياحه وفنادق جامعه الفيوم. بقول اهو ثالث ورابع وخامس. اهلا بيكم يا شباب. بعد الجوده. اهلا بيكم اهلا بيكم واهلا باخلاقكم الطيبه الجميله. واحنا شاكرين ليكم مشاركتكم معانا في الحلقه ومجيكم من الفيوم. في ناس جايه من بني سويف، احمد وزير جاي لنا من مخصوص لينا. بنرحب بيكم مره تانية وبقول انتوا نخبه رائعه من شبابنا اللي بنعتبركم يعني عينه ممثله لشبابنا المصري ونموذج طيب بننقله دايما لكل شبابنا. محمد، عرفني عليك اكتر بقى من خلال شغلك وادائك داخل كليه السياحه والفنادق. محمد عبد الجواد، الفرقه الرابعه قسم ارشاد سياحي. يعني طالب في ارشاد سياحي موهوب يعني بحاول في مجال الشعر العامي ومجهز لنا قصيده كاتبها لنا مخصوص وانت جاي في الطريق. مش كده ولا ايه؟ مش هنقدر نتغاضى برضه عن زمايلي المبدعين في الكليه في نفس الفرقه. معانا وليد حبيب، معانا كرولوس منير، يعني ناس بتعلم منهم. رائع، كل التحيه ليهم كلهم. اكيد طبعا. وزي ما بنقول الكليه مش اداء اكاديمي وفقط، ده نشاط مجتمعي رائع ما بين صحبه واخوه بيتحدوا مع بعض
ويا رب نفس التواجد والنشاط ده نشوفه في المجتمع بيكم بمشيئة المجتمع الله. الصغير بتاعنا. اتفضلي يا تسنيم، كلميني بقى عن نفسك كمان زي محمد. انا تسنيم، موهبه الرسم وبالتحديد الرسم على الازاز بالوان الميه. هنشوف موهبتك الجميله. وبميل اكتر للرياضه، يعني كنا واخده مركز اول في كره اليد ما شاء الله، ومركز اول في كره السرعه، وبلعب تنس كده يعني. رائع رائع، بالاضافه لدراستنا اللي بقول عليها دايما متميزه. طيب خلينا نبدا بالموهبه ونسمع القصيده الجميله اللي كتبتها لنا وانت جاي لنا يا محمد. انا بدات فيها في شهر 4 في اسوان اصلا. هي اسمها اسوان وانا بدات فيها في اسوان. نعم. وخلصتها هنا في مسبيرو. جميل يا دوبك مسافه السكه. هي اسمها اسوان القصيده. تقول كأن عينيك بلون النيل، وكأن السد جواها بيحجز بين رموشك ليل، وصوتك دف نوب جميل يريح قلبي لو قلقان، وحضن كفوفك الطفلة كقارب ليا لما اغرق، ومين يتملى في عيونك وهيحس انه يوم غرقان. يا فجر الحب في ميلاده، يا شوق الناس وتعداده، قوليلي مين رسى بلاده، قوليلي مين رسى بلاده وعانى مذلة الحرمان. وشرايينك في قلبك نيل، ومالي خيرها فيض ينابيع، قلوب الناس شتاء أو صيف، وقلبك وحده بس ربيع. ولعنة حبك الطاهر ملازماني في كل مكان، وفيكي شيء من الأساطير بيتجلى في روح دخان، كأنك تشبهي لإزيس في تجميعها لشتات حزني، وأنا عاجز كما أزوريس وبتمناك تستني، وتوه وسط الفصول دايما من شوقي بكون حران، كأنك شيء ملوش آخر، كأنك تشبهي أسوان. جميل جميل، دي تشبه مصر كلها مش أسوان بس. الكلام الجميل اللي انت قلته ده كله. تسنيم، الجامعة بتوفر لنا الأماكن والملاعب اللي بتساعدني على أداء نشاطاتي، ولا بنواجه مشكلة في ده؟ لا، هي حقيقي متوفر ملعب، يعني في كمان كرة قدم بنات، وفي يعني احنا عندنا في الكلية متوفر أوضة الأنشطة فيها ترابيزة اللي هي التنس طاولة والمضارب، وفي عندنا جيم في الكلية كمان. بتستوعب أعداد كبيرة منكم؟ تقدروا كلكم تمارسوا النشاطات ولا؟ ده أكيد اللي حابب بيمارس، بس هو يعني بيبقى الطلبة أكتر متوجهين ايه للدراسة أكتر. بس في الفترة الأخيرة بدأ إن هم الأكترية يتوجهوا للأنشطة. ده مهم. تمام. انت يعني من ممارستك لنشاط، انا شايفه هنا صور ليكي يا تسنيم. ده ساعة ما كنت بستلم مركز اول كرة السرعة. ده احنا في كذا حاجة كمان ما شاء الله عليكي. بس ده يعني يخليكي تعملي دعوة بقى لكل زمايلك ان هم، لان احنا ما شاء الله علينا متفوقين دراسيا. دي رسوماتنا على الازاز، رسم على الزجاج. ما شاء الله. ودي شهادة تقدير حصلنا عليها. كرة يد مركز اول. جميل. وده في الجائزة اللي حصلتي عليها في كرة السرعة. انت نموذج لكل زمايلك يشجعهم، لان احنا متفوقين دراسيا وفي نفس الوقت بنمارس انشطة مختلفة. ده بيدي رسالة لكل زمايلنا ان هم يهتموا ايضا بالنشاط، وكمان بيكسر الروتين بتاع الدراسة. يعني انا مش رايح اليوم كله محاضرات لا، ده في ناس لو ما دخلتش قاعة المحاضرات وما قعدتش الساعتين وتحاسب الدكتور على الدقيقة او الثانية وهو قال ايه وما قالش ايه، هو دي بالنسبة لها هي الجامعة. انما طبعا المجال اوسع واكبر من كده بكتير. زي ما حضرتك اشرتي في بدايه الكلام ان هو مجتمع متكامل بالظبط جوه الحرم الجامعي، فبيشمل انشطه كتير من ضمنهم الانشطه التربويه. محمد، انت من ضمن مواهبك اللي سمعتها في الكواليس انك عايز تبقى مذيع. انا الفتره الاخيره صح الكلام ده؟ بالظبط. الفتره الاخيره بحاول اتجه للمجال الاعلامي بشكل صغير يعني. جميل. بدات اخد كورس فويس اوفر. ما شاء الله. فربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. حلو ان احنا تبقى رغباتنا مختلفة ومتعددة، والحلو اكتر ان احنا بنكتسب المهارات. مش بقول انا عايز وبس، ده انا كمان بشتغل على نفسي وبعمل الجهد اللي من خلاله ان شاء الله توصل للي انت عايزه. ليك نماذج معينة من المذيعين الرجال حابب ان انت تكون زيها؟ الاستاذ شريف عامر دايما بيديني بريقة امل كده، لان هو خريج سياحة وفنادق برضه، ف حاجة يعني شرف ليا. جميل.
بس السياحه والفنادق كمان ايه رايك؟ يعني عندك يعني رغبه انك تشارك تكون في الاثنين ولا؟ لا، هي السياحه انا شايفه ان هي بشكل فلسفي مرتبطه بالاعلام، لان السياحه دايما بتاخد شكل السلام والمذيع بياخد شكل محايد، فالاثنين فيهم لمسه فلسفيه مش في كل الاحيان على فكره، إيه؟ مش دلوقتي. يمكن كل الأحيان. المفروض الستاندر ان يبقى موجود، ان هو الشكل ده يبقى موجود. اتمنى لك كل توفيق ان شاء الله إن شاء في كل الله. اللي تحبه. تسنيم، لما نتكلم عن دي صور ليك يا محمد. ده كنا في المركز الاول في دوري المعلومات على مستوى جامعه الفيوم، رائع. انا ومينا وباقي زمايلنا عبد الرحمن محمد كل حسن التحيه ليهم وأبو. كلهم. جميل. المشاركه في النشاطات دي بتزود ثقتنا في نفسنا، اكيد ده طبعا. أكيد. بتاكد على ان احنا قادرين ان احنا ندخل في اكتر من حاجه، خصوصا ان التقييمات اللي بتجيلنا مش بس من زملائنا، ده كمان على مستوى الجامعه من اساتذه عندهم القدره على تقييمنا صح. درجه او وسيله من وسائل دعم مهاراتكم ومواهبكم. اما نتكلم عن كليه السياحه والفنادق على وجه الخصوص من خلالكم، ان انتوا هنعتبركم يعني مرشدي سياحه المستقبل يا رب إن شاء الله. في مصر. حابين المهنه دي يا تسنيم؟ حباها؟ جداً. داخلها وانت حاسه ان انت ممكن تقدمي من خلالها ايه؟ ايه اللي شايفه نفسك ازاي فيها؟ ان انا اقدر اكتر، يعني السياحه دلوقتي في مصر ناقصها اكتر التسويق، ان احنا نقدر نسوق للسياحه. احنا عندنا كل حاجه تقريبا مش موجوده في اي حته في العالم، عندنا كل انواع السياحه، بس ازاي بقى الطريقه نسوقها؟ التسويق ده مش معتمد بس على وزاره السياحه وزير السياحه، برضو المرشدين، لان المرشد اساسا هو بيبقى اللي على طول مع السايح، في يعني طول زياره السايح بيبقى المرشد معاه، بالظبط. فبيبقى دوره اكبر، بيبقى العبء عليه اكتر. العبء عليه اكبر، بس مش المفروض انه يكون الاكبر، المفروض ان بتساعده عوامل كتير. هو بجنبه المفروض بقى يبقى الخدمات متوفر. السياحيه اللي تمام. بتتقدم، توفير المناخ الملائم لاستقبال ده السياح، حقيقي. الدعم الاعلامي لدوركم، كل ده الحقيقه انتوا محتاجينه. انتوا هو- يعني سنه في ترس. انا شايف ان المرشد بيبقى عليه دايما عبء العصب الاكبر، انه عايز يعكس صوره مصر الحضاريه والتاريخ الحضاري وكم كبير من الاثار، ولكن بيصطدم ببعض الاطروحات اللي موجوده، زي مثلا حته البنيه التحتيه اللي مش مظبوطه، المواصلات، فده كله بيكون يعني عوامل مؤثره على الإرهاب الاداء. والتخويف، الارهاب طبعا ظهر بشكل كبير الفتره والاعلام الاخيره. المضاد، كل أكيد. ده الحقيقه بيشتغل ضدكم أكيد كمرشد طبعاً. سياحي. انت يعني اعبائكم كتيره، بس افكاركم يتهيألي اللي بره الصندوق اكتر، باذن الله. واعتمادنا عليكم يا شباب في هذا المجال هو العامل الاكبر لنجاحنا بمشيئه الله. وانا عايز اشير بس اتفضل. لحاجه صغيره، ان الكليه بفكره او مضمون الجوده، ان هي ده بينعكس على شكلنا احنا وادائنا، فالكليه انتوا اللي بتعكسوه يا شباب فعلا أكيد. بادائكم وبطريقتكم، ده حقيقي. وانتوا العنوان الحقيقي لهذه النوعيه من الاعتمادات للجوده. عايز اقول ان هم في الزيارات الميدانيه بتاع الارشاد عشان يأهلونا ان احنا نكون مرشدين يعني جيدين بنتماشى مع سوق العمل، فبنروح زي ما الجدول بيقول كل اسبوع محاضره في المتحف. يعني حضرتك لو جينا بصينا مثلا لكليه زي تمريض، انا ليا حد صاحبي بيقول لي احنا مش بنروح عملي غير مستشفى العباسيه في سنه رابعه. فلو جينا شفنا يعني قارنا ما بين ده وده، والتمريض احوج للعمل افضل من اعدادكم بالنسبه للجانب العملي للاسف. يعني هنا بنشير الى مدى التحسن اللي حصل في كليه سياحه، واللي ان شاء الله هينعكس بالخير ان شاء الفتره الله. الجايه. ايه متطلباتكم؟ ايه رغباتكم؟ مش المفروض ان احنا نقف على حصول كليتنا على اعتماد الجوده، لا، ده احنا عايزين نجود زي ما بنقول. أكيد. ايه افكاركم؟ باصين للمرحله اللي جايه ازاي، خصوصا ان اللي بعديكم هيكمل بمشيئه باذن الله. احنا ان شاء الله شايفين الكليه اللي انا شايفها، يعني مش شايفه كليه سياحه وفنادق بالشكل الاكاديمي اللي هو بيتربى عليه الكليات، انا شايفها منظمه بتاثر في ارتقاء السياحه في مصر. وده مش اكليشات بقولها كده، لان انا واثق في كليه سياحه وفنادق فعلا ان هي قادره ان هي توصل مستوى السياحه في مصر عن طريق الترويج، عن طريق
الحملات التوعية السياحية والتوعية الثقافية اللي بيعملها زمايلي في فولقص. حقيقة مينا لما كلمني عن موضوع زيارة المدارس، احنا محتاجين لدعم ده اتجاه قومي أكيد يعني، نكون او لا نكون زي ما بيقولوا، خاصة انها بتدخل يعني اقتصاديا بتفرق معانا كتير. فمش عيب ابدا ان احنا ننزل لأدنى مستوى، ما نفتكرش ان ده بعيد، لا خالص، ده خلاص قريب قوي. الطالب الاولى ابتدائي هيبقى في اولى جامعة، لان الارهاب بيبدأ من هنا اصلا. ايوه بالظبط، كل ما وعيهم زاد باللي احنا بنعمله هيبقى اجمل واجمل ان شاء الله. بس كمان اسرنا على وعي بدورنا. اكيد برضو احنا بنشيل عاتق او بنحمل عاتق ان احنا نعمل توعية اسرية برضو ما بيننا بين اصحابنا واهلنا. وان شاء الله برضو باكد ان كلية سياحة وفنادق في طريقها ان هي تمهد لتوعية ثقافية شاملة، مش على مستوى الفيوم بس، على مستوى الجمهورية بإذن الله. وده إن شاء الله يعني خطة بيتخطط لها من دلوقتي إن شاء الله. عايزة أضيف حاجة بس بالنسبة لتوعية الأسرة. يعني أنا أول ما دخلت كلية سياحة وفنادق، قول سياحة وفنادق ده يعني تطلعي عارفة اللي هو إيه، تشتغل في الفندق، تشتغل حاجات كده اللي هي إيه، في الغرف، مطبخ. الفكره دي هي اللي متاخده على سياحه وفنادق. لا، سياحه وفنادق 3 اقسام، فيها قسم فنادق وقسم سياحه وقسم ارشاد. مش بس بتطلع العاملين في الفنادق او وايه الغلط ان انا يبقى في خدمه غرف، يبقى في شباب يشارك في كل ده. من 30 سنه او 40 سنه فاتوا كان الشباب المصري بيخرج عشان يمارس المهن دي في اوروبا، ويجيب مصاريفه ويجي. ده متاح لي دلوقتي طبعا مع تنشيط السياحه، لكن هي النقطه ان انا دايما باصص لبره ما ببصش لجوه. ليه بيتناسوا ال 90 مليون اللي موجودين؟ صحيح في مشاكل مصدره من خلالهم في ممارسات غير مرغوب فيها من قبل اللي بيقوموا على الخدمات في الفنادق والمؤسسات السياحيه المختلفه، لكن ليه ما نتعلمش؟ ليه ما نعلمش شعبنا ازاي يستمتع بوقته من غير ما يضر، لا ضرر ولا ضرار؟ لان المكان ده عشان يجي السنه الجايه ويبقى مرحب بيه لازم في سلوكيات معينه، في اداءات معينه، لان احنا يعني احنا اللي بنستوعب بعض في الازمات زي ما بنقول. فما كناش هنعتمد على السياحه المحليه وتبقى ليها نفس الاهتمام موازي لاهتمامنا بالسياحه العالميه، يتهيألي احنا هنبقى في مشكله كبيره. انتوا بالنسبه لكم في الكليه بيبث ليكم التوجهات دي، ولا بناخد دراسه اكاديميه بحته للتعامل مع كل وفي اي اطلاقا حتى على المستوى واي العملي؟ الفئات. المستوى العملي احنا مثلا بيقترحوا ساعات في الكليه، في اداره الكليه، ان مثلا الارشاد الاداء بتاعه بالنسبه للعمل خف شويه، فهندرس للطلبه بعض المواد الفندقيه او السياحيه بحيث ان احنا نتيح لهم فرص عمل في الاقسام الثانيه. وبرضه في حته التعامل مع المجتمع المدني، احنا زي ما قلت لحضرتك الحملات اللي بتخرج والافكار اللي بتخرج للتعامل مع المجتمع كلها بتبث من داخل الكليه، افكار الطلبه بالاشتراك مع الدكاتره. ففي عمل متكامل جوه الكليه عشان نوصل ان شاء الله لهدف الكليه الكامل والرؤيه الكامله، ان احنا ناثر على المجتمع المدني ونرتقي بمستوى السياحه في مصر باذن الله. احيانا بتطغى الموهبه على التخصص، وفي ناس بتنجح في انها تدير نفسها وامكاناتها وتنجح من خلال الموهبه مش من خلال التخصص. انتوا ناويين على ايه؟ موهبتك رائعه في الرسم على الزجاج ونشاطات رياضيه متميزه، لكن ماذا عن الارشاد السياحي؟ لا، انا استمر في الارشاد السياحي. حابه ان انت تبقي في نفس المجال وتنجحي فيه. اللغات اخبارها ايه معانا؟ تمام. وعلى فكره هي الكليه بتهتم باللغات جدا، وحتى كانوا يعني كان في مدرسين من الصين بيدرسوا اللغه الصينيه، مش يعني مش اللي هي على جنب بقى كده زي الكليات التانية مثلا انجلش حفظوهم كلمتين وخش امتحانهم. لا بالظبط. واحنا عندنا اساسا قسم ارشاد يعني المواد بتاعته انجلش كلها، عشان انا مرشد فاهتم باللغه بتاعتي. عندك القدره على التواصل باكتر من لغه. محمد اخبارك ايه؟ تمام. مركزين على نظام العمل الاعلامي كمذيع ولا الارشاد السياحي؟ انا يمكن باخد خطوه يعني كبيره في الموضوع ده، فيمكن موضوع الارشاد السياحي الاجمل ان زي ما انت قلت، برافو عليك، ان المهارات اللي هكتسبها للاثنين واحده. اكيد. فبمشيئه الله تنجح في الاثنين باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله تكون مذيع شاطر ومرشد سياحي كمان شاطر. طلاب كليه السياحه والفنادق جامعه الفيوم طلاب من الطلاب المتميزين، وده مش من خلال الشباب اللي قابلناهم في الحلقه دي بس، كل حلقاتنا مع طلاب جامعه الفيوم يبقى فيها طلاب متميزين قادرين على تقديم نفسهم وكليتهم بصوره رائعه.
محمد عبد الجواد الطالب بالفرقة الرابعة قسم إرشاد سياحي، بتمنى لك كل توفيق ونجاح، بس كنت عايزة أسمع نص الكوباية قبل ما نختم، ممكن؟ على سبيل الامل بقى يا ريت. قول اوقات بيكون اللي ناقصنا نتامل نص الكوبايه، واحلامنا البور تبقى عروسه واقفه بتتزوق في مرايه. عمرك فكرت وجات بالعكس؟ طب عمرك خانك تفكيرك؟ طب عمرك هي فلتت شويه؟ نقول من الأول من لقيتها الأول. حلوة. اوقات بيكون اللي ناقصنا نتامل نص الكوبايه، واحلامنا البور تبقى عروسه واقفه بتتزوق في مرايه. عمرك فكرت وجات بالعكس؟ طب عمرك خانك تفكيرك؟ فكرت نسيت اللي قالوا لك ما تبصش للي في ايد غيرك؟ ده المولى بيرزق بسماحه، ابليس مش زاهد بالفطره علشان هيوسوس بالراحه. كان اولى منا يسيب ادم قبل ما يغويه بالتفاحه. كلنا وبدون اي استثناء نازلين في الدنيا وناقصين، في ناس تلقى الراحه معانا وبنلقى راحتنا مع التانيين. كلنا نازلين فيها ترانزيت، وعشان في الاصل احنا ضيوف فاكيد هنعاني من التخبيط. نص الكوبايه ده فيه تفاصيل تفضل فاكراك لو مهما نسيت. جميل جميل. محمد عبد الجواد طالب بالفرقة الرابعة قسم إرشاد سياحي، بتمنى لك كل نجاح وتوفيق. تسنيم محمد جويلي الطالبة بالفرقة الرابعة قسم إرشاد سياحي كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم. سعدت بيكم كلكم النهارده يا شباب، أشكركم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي النيل للتعليم العالي، كنا معا وشباب وآراء. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.